أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. يا أصحاب الهموم ويا أصحاب الغموم ويا أصحاب الأمراض ومن عنده مشكلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي هم الدنيا وتكفي هم الآخرة. فقلت إذن أجعل صلاتي عليك كلها، خلص أنا ما عاد أدعي لنفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. العلماء قالوا هذا جمع بين خيري الدنيا والآخرة. الهم أين محله؟ في الدنيا. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. مغفرة الذنب وين؟ في الآخرة. في رواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله أمر دنياك وآخرتك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة سبب لعرض اسمك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. يصل صلاتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي عليك. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول الحديث روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة أو من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فلك أن تحسب يا أخي لو أنك صليت في اليوم على رسول الله 100 مرة، سبحة واحدة، دورة واحدة في السبحة، يصلي الله عليك بها 1000. فكيف لو كان سبحتين يصلي الله عليك 2000 في 24 ساعة؟ فكيف إذا أكثرت؟ كلما أكثرت أنت المستفيد وأنا مثلك المستفيد. بعض العلماء قال أقل الكثرة 300 مرة. فمستعدين إن شاء الله مع كل وقت يا أخواني. واحد في الطريق في بيته إذا اغتنم الوقت يملأ هذا الوقت بالخير ويعود على نفسه بالنفع. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يلهمنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذهب همومنا وغمومنا وتتساقط عنا سيئاتنا ونأتي في الآخرة لا ذنب علينا بإذن الله وننال شفاعته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.